السلام عليكم، وياكم مسمى إبراهيم، وفيديو اليوم راح يكون آخر فيديو من سلسلة شرح برنامج أوتوكاد، لكن بالبداية اسمحولي أن أنوه على فد شي كلش ضروري، أنا كلش حاسة على التأخير اللي صار، لكن الظروف ما سمحت أن أنشر الفيديو بوقته المحدد، ونفس هذه الظروف خلتني أغير فكرتي عن محتواي لليوتيوب، فاللي راح يصير إنه راح أستبعد السلاسل يعني بعد ما أشرح أوامر البرامج وكذا. إنما راح أشرح كل مشروع بفيديو كامل، يعني مثلا عندي بلان أرسم البلان أشرحه وأشاركه، عندي تصميم داخلي أشرحه كاملا تمام وأشاركه لكم، وإن شاء الله يا رب يكون هذا الخيار همينة مفيد لكم، ويا رب يكون هذا الفيديو الأخير سهل الاستيعاب، ويلا نبدي. أغلب مشاريعنا تحتاج إلى وصف أو عنوان أو رموز معينة، فأداة التكست راح توفر لنا هذه الخاصية، مجرد أن تحددون الأمر وبعدها راح ترسمون مثل البوكس، هذا البوكس هو اللي راح يحوي النص، تقدرون تكتبون اللي تردوه وبعدها راح تعدلون عليه بكل الطرق، تعدلون على قياسه، السكيل مالته، تعدلون على لونه، على نوع الخط، على شكل الخط، تحسون هذه الأوامر تشبه أوامر الوورد البيسك نقدر نقول يعني. وحتى تحفظون هذه التعديلات من الصح الأخضر الكبير راح تنحفظ وياكم. وهم إن كل مشاريعنا تحتاج إنه نبين بيها القياسات الخاصة بكل شكل، فمن أداة دايمنشن راح نجي ونرسم كأنما خط، يعني نحدد نقطة مال الضلع بدايته وبعدها راح نحدد نهاية هذا الضلع، وبهالطريقة راح يرسم ويانا القياس، لكن أحيانا يطلع ويانا التكست مال هذا الدايمنشن يطلع ويانا صغير أو يطلع ويانا كبير، يعني أوفر الكبر مالته، فتكتبون دي من الكيبورد وتدوسون انتر، هذا اختصار مال اعدادات الدايمنشن نقدر نقول تمام، وبعدها تروحون على موديفاي وبعدها راح تطلع لكم هاي القائمة اللي بيها قوائم تساعد بانه نعدل على الشكل كله مال الدايمنشن. المهم اكثر قائمة تهمني هي قائمة الفت، من هنا راح تكبرون هذا الرقم بالقيمة اللي تبغوها. بالمناسبة يا شباب راح أشرح لكم خصائص الشكل والجروب قبل اللايرز، وبنهاية الفيديو راح يكون شرح اللايرز، بما أنه هذني الأوامر أبسط من اللايرز شوية مو هواية. من قائمة properties نقدر نغير لون الشكل والثخن مالته وشكله همينة تمام. أول شي تختارون الشكل وبعدها تعدلون عليه مثل ما تبغون، وغيرت لون الدايمنشن عندي من اللون الأسود للون الأحمر، وإذا ردت إنه أغير الثخن مال الخط فإيش قد ما راح أغير عليه ما راح يبين وياي هنا بالشيت مالتي مال الشغل، راح يبين وياي بالطبع تمام، ويبين وياي من أحوله PDF، وهالشي عن تجربة. وإذا أردنا نغير على شكل الخط، مثلا عندنا إنه إحنا خط مخفي تمام، فنريد نبين إنه هذا الخط ترى مخفي هذا مو ظاهري، فنحتاج نوع الخط يكون اللي هو خطوط منفصلة صغيرة تمام، فبنفتح القائمة ما راح تبين ويانا هواي أنواع، فراح نضغط على other وبعدها راح يفتح ويانا هذه القائمة، ومن كلمة لود راح يفتح لنا قائمة لوخ فيها أشكال هواية مال خطوط، نختار الشكل اللي يناسبنا وبعدها نضغط أوكي، وبعدها نضغط أوكي من هذه القائمة همينة وراح ينحفظ ويانا التعديل.
تقدرون هم يطرحون على other وتغيرون السكيل مالته، أو تقدرون تكتبون LT من الكيبورد وتدوسون انتر ويفتح لكم نفس القائمة مباشرة، وهم راح تغيرون على القياس مالته و تدوسون اوكي ماكو مشكلة هنا، وبعدها راح يصغر وياكم بهالشكل، وتقدرون تعدلون لحد ما توصلون للنتيجة اللي تردونها. زين، قبل ما نجي على الجروب، طريقة تحديد الشكل أتصور فهمتوها. إذا من اليمنى لليسرى راح يحدد بالتماس، يعني أي شي طخه مربع التحديد راح يتحدد، أما إذا من اليسرى لليمنى فلازم إنه يحوطه كله يلا يتحدد، إذا طخ بيه ما راح يتحدد. تمام. المهم إذا ردنا نسوي جروب هذا الشكل، تمام، يعني يكون منفصل بحيث حتى بالتحريك راح يكون سهل. نحدد الشكل كله، تمام، الدايمنشن والخط، وبعدها راح ندوس على جروب، وبهالطريقة صار عندنا ويانا جروب. وإذا ردنا إنه نفتح هذا الجروب ونرجعه مثل قبل، نقدر من رايت كليك ونروح على جروب وبعدها نقول ان جروب، أو من هذا الأمر اللي قدامنا هو نفس الان جروب. تمام. نوبات أثناء العمل تغلطون ويصير خلل بالمنظور مال الشغل. تمام. أو مثلا أنتوا عندكم perspective تردون تحولوه، لكن عموما من التوب راح يرجع 2D، وإذا ردتوا تقلبوه ما عرفتوا شلون فهذني السهمين كلش يسهلن. تمام. يقلبون الشكل لكن يبقى 2D. أداة الهاند هاي خاصة بإنه تحرك الشكل يمنى يسرى أعلى أسفل، وإذا ردتوا مثلا إنه تصغرون وتكبرون، طبعا هي من الرول نقدر نتقرب ونبتعد، لكن أكو مثلا تقريب وتبعيد. هسه هاي قربنا وبعدنا، هاي ملالي مالتي الشيت بس بالشغل مالتي. من نختار الريل تايم نقدر نقرب ونبعد بأريحية أكثر. تمام. ونقدر هم ندوس انتر وبعدها نحدد الشكل اللي نريد نسوي عليه زوم. تمام. هسه عندنا آخر شي قائمة اللاير، تقدرون تسوون لاير أو طبقة جديدة، أو تقدرون تحذفون هاي الطبقة، أو تقدرون تسووها هي الطبقة الرئيسية. تمام. فائدة هذه الأوامر إنه إحنا ممكن تكون مشاريعنا كلش معقدة، ممكن تكون بيها هواي تفاصيل، فمثلا الدايمنشن القياسات نقدر نخليها بلاير واحد، فنقدر نخفيها ونبينها شو وقت مريت. تمام. أو مثلا الأثاث نقدر نخليه بلاير منفصل، أو مثلا الهاتش أو التلوين نقدر نخليه بلاير منفصل. وبهالطريقة راح يترتب ويانا المشروع، فنقدر نظهر ونخفي التفاصيل اللي نريدها بكل بساطة. هذا اللاير تقدرون انه تغيرون لونه، يعني انتو عندكم مثلا لاير لون احمر، لكن مو شرط انه تكون تفاصيل مثل هذا اللاير باللون الاحمر، تقدرون تنوعون بالالوان. انه صار مفهوم انه نقدر انه الشكل نجمده او نقفله بحيث انه ما يضايقنا بالشغل. تمام. يعني الشغل اللي كملناه وما نريد كل ساعة يتحدد ويانا ويضوجنا بالشغل نقدر نسوي له قفل. تمام. زين، وشلون نحول هذا الشكل من هذا اللاير لهذا اللاير، يعني ننقله لغير لاير؟ بكل بساطة تحددون الشكل وبعدها تدوسون على قائمة اللاير وتختارون اللاير الجديد. بكل بساطة صار وياكم هذا الشكل ضمن هذا اللاير. إن شاء الله يا رب كان الشرح كلش سلس. برنامج الأوتوكاد كلش بسيط، كلش حلو، كلش مرتب، وضروري تعرفوه، ضروري تتعلموا له، لأنه يدخل بكل البرامج. يعني سكتش اب يتعامل ويا الأوتوكاد، 3D ماكس يتعامل ويا الأوتوكاد. عموما إن شاء الله يا رب استفاديتوا، وأعتذر كلش على عدم انتظام النشر. إن شاء الله يا رب كل شي يتحسن في المستقبل، وأشوفكم بخير. انتبهوا لنفسكم، ومع السلامة.